السلام عليكم. راح ندخل على الصلح وان شاء الله ان نستطيع. لما يعسر اخر شيء يا خيو هذا الحل ما بتعسر، لكن باذن الله الحل الاخير اللي يطرحه ابو سعيد راح هو هذا يا شيخ. هناك يدعي ما ادعى وانت بدك تنكر ما تنكر، لكن احنا من حقنا يا عبد الله نذكرك بالله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الكل يصفي نيته ويصحح نيته ويخلص نيته لله عز وجل حتى نصل الى اصلاح بين اخواننا، قضيه صار لها سنوات طويله. شرجين انا واخوي، اخوتي اثنين، ولد عمي ايده مكسوره حاطها بحلقه، كرم بين زفتين الساعه 11 ونص 12 تقريبا بهالوقت هذا. ظهرا وين رايحين وين جايين؟ قلنا لهم شرجين على هالنبو. ويوم هو لا اخوتي صغار شارين كل واحد حبه فزلق معاه، قام فزع علينا اخوه بيده كسريه، قام ضربنا اول بشك على بعد شي 100 متر، بعدين الزلمه ظل متابع حتى وصل يعني مثل حرف البيت، قام ضرب ولد عمي وطعني. يا شباب. هلا مرحبا، هلا مرحبا، تفضل. جيت لحالي عليهم وانا وليد، عندي وليد صغير، العجن شافهم ضربوا لي شتل، قال والله لا انطرك بالكرم، لا اعرفهم طوقان ولا اعرفهم، ما اعرف لو انا اعرفهم منهم طوقان شغل غيرهم. قدام دزيناهم واحد من المعسرونه حج خليفه الفجر من خواني، قالوا لهم هن يا حجي 5 6 ايام ان شاء الله نقعد عليها، ان شاء الله اللي صورة حال وتنحال احنا ولاده. بعد يومين 30 امنوا بنا من حد الان واخوه والشباب من سجنه عجل، ومن السياره من حد علينا ابو هدايه طاير قاموا صروا على الشباب، اغلبوا الشباب زتهم فوق الشباب. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اخواني احنا اليوم بالنسبه لنا لا احنا مع الطوقان ولا مع الرميتشات، كلاتكم اخواننا وكلاتكم تاج على الراس، بس ولكن احنا بنسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم لتختصمون لدي ولعل لاحدكم الحن بحجته من اخيه، فحقيقه بالقضيه هاي يغيب عنها كافه الشهود، ما فيها ولا شاهد، والطرفين هم اللي يتكلموا، وكل طرف يدعي انه شو؟ انه الحق له، والله عز وجل اعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب. لان اكيد فالان الاخوه بعد المشاورات مصاوب له 30,000 تعويض عن اثار، انه مثل ما يقولوا تشيمون كرامه لله ولا شيوخ المسلمين. هلا مو كرامه للرميجان والله هذا ما يسوى. صح الحكي حكيناه يا حجي، والله صحيح اللي حطيناها بسوريا والله حكينا من غير الأردن. صحيح والله، والله حكينا والله حكينا ولا برايي هيك احنا راينا هيك منيح. تم التوافق فيما بين الفريقان صلحا رضائيا وبوساطة اللجنة الصلحية، حيث تم التوافق على ما يلي: نقطتين بمضافة الشيخ فواز علي شلاش. 1. يدفع الفريق الثاني عبد الله الناعس واخوه مهدي الى الفريق الاول عناد صالح الخليفه مبلغا وقدره 35,000 دولار امريكي فقط لا غير. يعتبر هذا الحل نهائي ومحسوم، ولا يسأل الفريق الثاني عبد الله الناعس عن اي مضاعفات طبيه مستقبليه بين قوسين تشفى.